مهنة نعيم الملوك والبشوات. مهنة الطرابيشي. والحاج احمد الطربشنجي هو اقدم محل بيعمل طرابيش في مصر، وكمان اقدم محل في شارع الغوريه. ده اللي حصل. المحل ده أقدم محل لصناعة العمائم في مصر، بقاله أكتر من 207 سنة. سبب شهرته إن المحل ده هو صانع الملك، يعني كل الطرابيش اللي كان بيلبسها الأسرة الملكة كانت بتيجي عن طريق محل أحمد الطرابيش. واللي كان بيلبس الطرابيش دي زمان كان الملوك والبشوات والأفندية، بس بعد كده بقى كل الشعب بيلبسها. ده بقى شكل الطرابيش بتاع زمان. وهم دلوقتي شغالين على الشيوخ والطلاب الباكستانيين اللي بيدرسوا في الأزهر، والطرابيش دي ليها مقاسات وبتختلف من شخص للتاني. دي كل اسطمبات دي لها مقاس، يعني ده 58، ده 56، ده 60. وطبعا المهنة دي مش هتنتهي طول ما موجود الأزهر الشريف.